السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين والمشاهدات لقناة هشام عبد الصمد رضوان، ومعانا شخصية من الشخصيات الزمن الجميل، الحاج سعيد، وهو هيعرف نفسه بنفسه. أكرمك الله وعزك يا أستاذ. الله يخليك الحاج سعيد، كمل لنا بقى الاسم يا حاج سعيد. اسمي السعيد محمود عبد المحسن علي بدوي من الرقة الإبلية. أهلا وسهلا يا حاج سعيد، يا أهلا وسهلا. أهلا بك. ربنا يديك الصحة والعافية. يا ريت كده اتكلمنا شوية كده عن البلد وعن الريف وعن بلدنا بشكل عام وعن الريف المصري بشكل عام يا حاج سعيد. اتفضل. بلدنا بلد ريف فلاحين تمام. مزارعين يعني. ايوه. بنزرع الطماطم والمانجا والفراولة وكل حاجة تاني. اللي هي الاشجار، ده طبعا معروف. انا لاحظت كتير قوي ان في داخل الاراضي الزراعيه نخيل وتوت واشجار جوافه ومانجا وموز، وده شيء جميل قوي ان الفلاح المصري دماغه عاليه جدا، بيقتطع جزء من الارض ويحط فيه اشجار من اشجار الفواكه والموالح، الى جانب طبعا الحظاير اللي هو بيحط فيها المواشي بتاعته. اتفضل يا حاج سعيد. وعندنا تين ومانجا. تمام. واخبار الناس ايه، والحاله الحاله هنا عامله ازاي في ظروف الزمن اللي احنا عايشينه دلوقتي؟ عايشين كويس الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، ربنا يديك الصحه. طب وانت بتشغل وقتك ازاي دلوقتي يا حاج سعيد؟ يعني وانا شايف ان انت طبعا يعني ربنا يديك الصحه والعافيه، بتشغل وقتك ازاي واحنا في الزمن اللي احنا عايشينه ده؟ وقتي بصلي الفرض. تمام تمام. واروح البيت انام. تمام. ارقد ايوه صاحي راقد. ايوه تمام. بس كبير في السن. ربنا يديك الصحة والعافية. بس أنا شايف إن إحنا بعد العصر أهو، وما شاء الله أنت جاي كده. هننقل من على الحاج سعيد، نبص كده أهو زي ما إحنا شايفين أراضي زراعية جميلة، ودي صحبة جميلة. كابتن أحمد أبو شيخ البلد وهنا كده عبد الرحمن كده صحبة جميلة، وهيعمل لنا شاي على الراقية على النار والحطب والشاي بقى الريفي بقى الجميل. طبعا زي ما احنا شايفين، اللي لسه بنتكلم من شوية اهو، شايفين ان الاراضي زراعية، وجزء من الارض فيه حظيرة مواشي هنا، واهو الناس زارعين ذرة وبرسيم وطماطم. ده الى جانب زي ما احنا شايفين في الاخر خالص اهو عبارة عن نخيل واشجار مختلفة اهو، يعني حاجة جميلة جدا. اشجار هي توت واشجار موز، وحاجه شيء جميل جدا جدا جدا. ربنا طبعا احنا سعيدين جدا بلقائك يا حاج سعيد، ونتمنى لك الصحه والعافيه، وتحيا مصر.